حسام حسن يشعل الأجواء قبل القمة. بعد الأداء الباهت نسبياً أمام زيمبابوي، الجهاز الفني لمنتخب مصر قرر التحرك بسرعة، وبدأ التحضير لتعديلات من العيار الثقيل في التشكيل قبل المواجهة المقبلة. أول التغييرات في الخط الخلفي. الاتجاه الأقرب هو الدفع برامي ربيعة أساسياً من بداية اللقاء علشان يعالج الأخطاء الدفاعية ويزود الصلابة والخبرة، خصوصاً بعد الاهتزاز اللي ظهر في المباراة الأولى. الهجوم مفيش هزار. حسام حسن بيفكر بجدية في الاعتماد على مصطفى محمد كمهاجم أساسي بدلاً من اللعب بدون رأس حربة صريح، علشان زيادة الفاعلية داخل منطقة الجزاء واستغلال العرضيات والكرات الثابتة. الجبهة الشمال تحت التعديل، وفي مفاجأة قوية الاتجاه كمان للدفع بأحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر للاستفادة من سرعته وقدرته على صناعة الفرص، مع دور دفاعي أكبر بعد الملاحظات اللي ظهرت في اللقاء السابق. التعديلات دي معناها الرسالة واضحة: مفيش أسماء ثابتة، واللي جاهز هيلعب. حسام حسن عايز منتخب متوازن، قوي بدنياً وشرس هجومياً من أول دقيقة. الجمهور كله مستني يشوف هل التغييرات دي هتفرق فعلا، ولا الأداء هيكون نسخة مكررة من البداية الصعبة. قول رأيك، مين أهم إضافة في التشكيل الجديد؟